عارف ايه اللي بيكتم على نفسك؟ مش دايما اللي حواليك ولا الظروف. اوقات بيكون اللي وجعك هو الحاجات اللي انت لسه ماسك فيها، رغم انها خلاص مبقتش ليك. ممكن تكون علاقة خلصت بس انت لسه متعلق بيها، او فكرة عن نفسك بتعذبك، او حتى شعور بالذنب بالندم بالحزن سكن جواك وبقى بياكل فيك حتة حتة. بس تعالى نواجه الحقيقة سوا. اللي انت ماسكه بيستهلكك، اللي انت متمسك بيه بيشدك لورا. اوقات بنمسك في الحاجة اللي فاكرين ان احنا بنسيطر، بس الحقيقة ان احنا بنعاند بس عشان مش عايزين نحس بالفراغ اللي بعدها. بنخاف نسيب، مش عشان الحاجة تستحق، لأ، بس عشان اتعودنا. بس اللي يخوف بجد مش انك تسيب، اللي يخوف بجد انك تفضل عايش في حاجة بتموتك بالبطيء. لما تسيب انت مش ضعيف، انت بتختار ترتاح، بتختار تحمي قلبك وتاخد خطوة ناحية النور. ابدأ من هنا، بص جواك، اسأل نفسك ايه الحاجة اللي كل ما تفكر فيها تحس انها بتوجعك؟ مين الشخص اللي وجوده بقى تقيل على قلبك؟ ايه الفكرة اللي كل ما تيجي على بالك بتحس انك مخنوق؟ محتاج تتعلم تقول لنفسك كفاية، كفاية جلد ذات، كفاية تأنيب، كفاية خوف. سيب، وسيب كمان مكان جواك للسلام. سامح مش علشان تنسى، لأ، عشان تتحرر من أوجاعك. قول لنفسك أنا أستحق أعيش خفيف. أنا أستحق أحب نفسي من غير شروط. أنا أستحق أبدأ من جديد من غير ما أحمل على كتفي تقل. صدقني، أنت مش لوحدك. كلنا فينا حاجات محتاجين نسيبها، بس اللي يبدأ هو اللي فعلا بيعيش. حرر نفسك علشان ترجع تفتكر انت مين. خد بالك من نفسك. سلام.